السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معانا كفتة الحاتي. كفتة جميلة جدا متماسكة، قوامها جميل، طلع ناجحة بنسبة 100%، بطعم ونفس، حاجة كده اللهم بارك. حاجة تشرفك وتفرحك. تعالي كده بقى نشوف الجمال ده كده ازاي نطلعه كده بالقوام ده وبالجمال ده، ونشوف مقاديرنا كده بالظبط. معايا كده حوالي كيلو الا ربع لحمه، ممكن تعملي نص. كيلو الا ربع يديكي بمثابه اكتر من كيلو وربع. معايا كده اللحمه حطيت عليها معلقتين دقيق، معلقتين نشا، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، دي كل اللي بتكلم فيه، معلقه شاي. معايا شعر كده، حطيت كده شويه حبهان، معلقتين كفته، بهارات كفته. معايا كده بصلايه متوسطه. معايا كده كام معلقه دهون ليا مسيحه، لان ما عنديش بصراحه دهون يعني سالكه قدامي، هي في الفريزر بس انا مش عارفه اوصل لها. ومعايا كده حته فلفله صغيره خالص بس تديني نفس. المقادير ديت مظبوطه بالشعره. ده كيلو الا ربع لحمه زي ما قلت لكم، معلقتين دقيق، معلقتين نشا، معايا معلقة فلفل اسود صغيرة، معايا معلقة ملح، معلقة رشة هيل، آه، معلقتين كفتة، بهارات كفتة، حطيت معلقتين اتنين. وهنا كده وبعد ما طلعتها وعجنتها في الكبة كويس قوي قوي قوي، وخليتها كده مشعرة، طلعتها كده على حاجة واسعة كده زي ما انتم شايفين، طبق واسع، صينية واسعة المتاح. وحطيت لها كده حوالي نص مع كيس بيكنج باودر، نص كيس كامل، عشان تحافظ على على حجمها معايا، وتبقى واخدة وضع المنتفخة شوية، ما تبقاش كشة معايا، ما تكشش. هو البيكنج باودر بحافظ بس على حجمها. وهمسكها برضو اعجنها على قد ما اقدر كده، ولو لقيتها لينه معايا قوي ممكن احط لها معلقه زيت، معلقتين. هي مش هتاخد اكتر من كده وهتخلع من ايدك خالص. جيت كده حطيتها في البوله الخشب بتاعت اللي انا هعجنها فيها، كملت عجني فيها على اساس تبقى تديني وضع العجن زي العجينه كده، وتطلع معايا كده ناعمه. وحطيت في البوله الاول معلقه زيت، ونزلت بيها كده زي ما انتم شايفين عشان ما تتمسكش في قعر البوله. ومسكتها عجنتها كده. اهم حاجه النجاح الكفته في عجنها، اهم حاجه، اهم خطوه في الكفته كلها هي مقاديرها ثم عجنها. عجنها ده مهم جدا. قعدنا نعجن فيها كده لحد ما خلاها كده واخده وضع إيه، عامله زي كده زي الملبن كده وتبقى مسمغه معايا. وفي مرحله الكبه انا خليتها لحد ما شعرت وبقت كلها ناعمه، والبصلايه نعمت خالص، ما كترتش بصل، انا حطيت بصله متوسطه. وجيت كده بقى جبت الصينيه اللي هشتغل فيها، والصينيه دي طبعا ما قدتش معايا فهغيرها لسه. وجبت كده حوالي نص كوبايه ميه، وحطيت فيها كده كام معلقه زيت، وهصبع بقى الكفته علشان خاطر اديها شكل حلو من بره، تطلع معايا شكلها حلو ومناسب. واصبعها بمنتهى السهوله. هي ماشيه معايا كده بتتصبع لوحدها، يعني هي بتتشكل معايا كده لوحدها خالص بمنتهى السهوله. طبعا انا عاملاها صوابع كبيره علشان خاطر انا هغمنها، يعني هناكلها بالعيش، فعملناها كده صوابع كبيره زي ما انتم شايفين. هكمل المقدار كله. وما توصلي بقى معايا هنا لحد هنا بقى، ما تنسيش تحطي لي اللايك وتدعميني علشان صفحتي التناها متواصله، والتناها كده ربنا مبارك لي فيها. وبيكم طبعا اكيد طبعا انتوا بدعمكم ليا اكيد بيسندني، واكيد برضو بيديني برضو حافز ان انا اقدر اشتغل واواصل. هنا بقى كده انا مطولت معاكم علشان خاطر اقول لكم ان انا الكفته ماشيه معايا الحمد لله. وفي برضو خطوه نسيت اقول عليها، ان انا بعد ما عملت الكفته عجنتها وخلصتها عجن، سبتها حوالي نص ساعه ترتاح زي العجين كده بالظبط كده، يعني ترتاح معايا، تديني قوام احسن، وتبقى مسمغه احسن. يعني هتبقى معايا احسن افضل طبعا من ان انا اشتغل فيها على طول، وهتديني نتيجة أروع من إن أنا أشتغل فيها على طول. كل دي خطوات بسيطة بس بتديكي شغل كويس قوي، وتخليكي مبسوطة من الحاجة وتبقي مبسوطة منها. طبعا مش شرط ان انا مثلا اعمل نوع لحمة معين. والله يا جماعة انا طلعت الكيس من الفريزر بالبركة كده، فرمته واشتغلت فيه، وادتني احسن نتيجة والله العظيم. طبعا انا حطيت من عندي حوالي 200 جرام دهون من عندي. انا بجيب اللي هي الضاني، بسيح كده زي السمنة البلدي
فانا ما كانش عندي دهون سالكه قدامي، انا عندي في الفريزر بس ما قدرتش اعطر فيها، فجبتها كده قلت بدل ما لسه يعني ايه هقعد ادور بقى وابشر وكده، خدت السايح ده على طول، خدت 200 جرام. ولازم الكفته اهم حاجه فيها الكفته الحاتي بالذات عشان تطلع معاكي جوسي وحلوه، تطلع لازم تحط لها كميه دهون معقوله. طبعا حد يقول لي بقى ده الدهون تخليها فك، لا الكلام ده في كفته الرز هي اللي تخوف. انا الفيديو اللي فات بتاع كفته الرز انا عملتها من غير دهون خالص. عملتها لحمه حمرا خالص خالص خام، تنجح الكفته معايا، وكفته الرز بدرجه 100%. لكن الكفته ديت لازم تبقى فيها نسبه دهون. خلاص التشكيل بتاعي كله كده واحطها في صينيه، اكون مجهزه بقى بصلايه كده كبيره احطها تحت الكفته. هتحميلي الكفته من ناحيه، ومن ناحيه تانية يعني هتديني برضو هتطلع البصلايه معايا برضو متكرمله من الكفته، هتبقى واخده طعم جميل جدا. يعني وهتبقى حلوه معاكي، يعني اللي حابب يعملها يعملها، اللي مش حابب ما يعملهاش. انا هنا كده كنت نقلت في الصينيه وقطعت بصلايه كبيره، او على حسب صينيتك هتاخد بصلتين وحطيتهم تحت. وكان حبه الميه بالزيت اللي كانوا متبقيين مني حطيتهم كده في الصينيه، او نص كوبايه ميه. ومعايا كده هنا بقى معلقه كاتشب او معلقه صلصه بنص معلقه فلفل اسود او اقل، بربع معلقه ملح. يعني المهم يعني ابهرها باي روائح كويسه، وامسكها كده ادهنها بالفرشه، اي حاجه سهله خالص بس بتكسبني لون، مش اكتر، مش اكتر خالص. واللي حابب يعملها كده برضو هتطلع معاه برضو كويسه، بس هو برضو يعني ايه عشان تديك اللون المكرمل الجميل. هي برضو هتاخد اللون المكرمل من البصل، بس برضو يعني دي برضو بتزود معاكي التيست. وهدخلها بقى الفرن كده في الرف الاوسط على درجه حراره متوسطه. الاول عملتها عاليه، وبعدين كده يعني هي تاخد تلت ساعه بالظبط. وقبل ما اطلعها كده بخمس دقايق كده قمت جايه موطيه النار شويه عليها عشان بحيث تكون استوت وتكون ابقى متاكده من سواها. وبعدين خدتها لون تحت الشوايه وطلعتها. انا كنت ممكن اقلبها واخليها زي ما هي على الشبكه، لا بس انا قلت اخد لها الشوايه. انا بقى الدهون اللي طالعه من الكفته بقت مسكت كده الكفته كده بلونتها فيها كده، اديت لها لون برضو اجمل، واديت لها كده يعني تلميعه كده جميله كده، تطلع بدل ما تطلع معايا مطفيه لا تطلع معايا متلمعه. وهنا انا كده بفصل البصل علشان خاطر انا بقى جبت بقى شويه بصل اخضر على شويه بقدونس وشويه طماطم متقطعه وشويه فلفل الوان، ومسكتهم كده بهرتهم بحبه ملح بحيث البصل ما يتصننش معايا، وبهرتهم كمان بحبه سماق مطحون. وحبيت كده اشكل صينيه تبقى شكلها حلو، وفي التقديم يبقى شكلها حلو. حطيت كده الفرشه دي زي ما انتم شايفين كده، ورصيت الكفته وحطيتها بالشكل ده. انا كده بحب اشكل الاكل كده، بحب اخليه كده في صينيه واحده والكل ياكل كده اليوم ده يا جماعه انا كنت عامله المكرونه البشاميل مع بعضها هي والكفته مع بعضها، يعني الفيديو اللي قبل ده مباشره كانت المكرونه البشاميل، فانا كنت عامله الاتنين مع بعض. فانا كنت في اليوم ده مجهده جدا، كنت نفسي اعمل سلطه طحينه فما قدرتش، كنت عايزه اعمل سلطه طحينه فما قدرتش. هنا بقى كده كنت انا كملت الكفته اهيت، وكنت انا الخضار بتاعي كنت مجهزاه، بوريكم كده الشكل النهائي بتاعها. ادي انا كده بحط السماق اهوت، وبحط بقيه المكونات بتاعتي، قلبتهم كويس علشان خاطر الملح والسماق يتجانسوا مع الخضار، ومسكتهم كده زينتهم كده في صينيه واحده كده زي ما انتم شايفين. وخليت البصل المكرمل في النص. طبعا اللي حابب يعمل سندوتشات بياخد من الخضار على الكفته على البصل المكرمل. وحاجات كده حطيت شويه ليمون، وبعدين كده رجعت شلتهم تاني، قلت لا خلي طبق ليمون كده كده هقدمه. هنا كده بوريكم الكفته من الاول. انا اسفه لو كنت بطول عليكم، بس انا يعني بحب اوريكم تفصيله تفصيله والشغل كله، بوريكم بس طريقه الرصه وطريقه الشغل اللي عشان طبعا العين بتاكل قبل البق. شكلها كده حتى لو حطيتها على صينيه كده جنبها شويه عيش وشويه سلطه حد دخلك في اي وقت. هنا بقى انا بوريكم كده الكفته من جوه، بصوا بقى شوفوا كده شكلها من الداخل متماسكه وجميله، وقوامها من جوه جميل. طبعا انا لفيت على المستحد ده اجمل حاجه معاكي تعملي بيه الكفته، منه بيديكي الكفته انتفاخ كويس، ومنها بخليها لك مفرغه من جوه والسوى يوصل فيها جواها كويس. انا بقول لكم تسلم ايديا، ويا رب اكون افدتكم، واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب كده ان شاء الله تجربوا الوصفه ديت. مش شرط انت تاخدي الوصفه النهارده وتجربيها النهارده، ممكن تاخدي الفكره وتجربيها بعد كده عادي خالص.
كلنا كده بنتعلم من بعضنا. واللي عنده فكرة جديدة يا ريت يقول لي عليها واقدمها له ان شاء الله باذن الله. واكون سعيدة يا رب لو حد عنده كده فكرة كويسة ويقولها لي ويشرحها لي وانا انزل بيها. طبعا عشان انا كل يوم هجيب وصفة منين؟ ما انا لازم برضو حد يعني يسندني كده ويتكلم معايا. ويعرفني برضو لو في حاجة مثلا أكلة مشهورة في بلدكم مثلا، في بلد معينة، ممكن يقول لي عليها وأنا ممكن أجربها وأطبقها وأوريها للناس عادي خالص. مفيش أي مشكلة، كلنا بنتعلم من بعض. وهنا كده أنا خدت بقى السندوتش أهو، كنت بوريكم السندوتش بتاعي. هو ده سندوتشي، أجمل سندوتش بعمله معاكم. باخد قطمة وبركنه بقية السندوتش، حاجة كده فاخر من الآخر. حط شوية بقدونس، حاجة كده لذيذة. هو السندوتش ده كفاية، مش محتاجين أكتر منه. يلا بقى، ويا رب أشوف أكون أفدتكم وأشوفكم في فيديو جديد.